أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، أنا أريد أن أحج حج الفريضة ولكن الحملات غالية، فأريد أن أذهب بدون تصريح. أحسنت، سؤال مهم جدا. الذهاب بدون تصريح محرم ويأثم من فعله لعدة أسباب أختصرها، وإلا الأمر يتطلب محاضرة. السبب الأول أن هذا الأمر الذي سنه ولي الأمر وفقه الله بناء على مشورة العلماء وإجماعهم على ذلك، إنما قصد به راحة المسلمين والتخفيف عليهم. الأمر الثاني: إن الذي يفعل ذلك يتعرض للوعيد لكونه خالف ما رآه ولي الأمر محققا للمصلحة المرسلة لعباد الله المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر الثالث: أن الذي يفعل ذلك يضطر إلى ترك بعض الواجبات وارتكاب بعض المحظورات، فهو يتجاوز الميقات ويخرج بدون ملابس إحرام ويتعرض للإيقاف والمساءلة. الأمر الرابع: أنه قد يتأذى بذلك، وقد يؤخذ عليه تعهد فيحرم سنين من الذهاب إلى بيت الله الحرام. الأمر الخامس: أنه يضطر للتسكع في الشوارع والطرقات والنوم في طرق الناس، بل ربما أن اضطر إلى التبول والتغوط في طرق الناس، وهذا قد شاهدناه ووقعنا فيه ونحن نمشي في الطرقات. الأمر السادس: أنه يزاحم المسلمين الذين حصلوا على الترخيص والتصريح. الأمر السابع: الأمر السابع أن المشاعر لا تتسع للمسلمين قاطبة. أرأيتم لو أن الباب فتح بدون تصاريح، ثم اجتمع عندنا 40 مليون أو 20 مليون أو حتى 10 ملايين أو حتى 5، لا تستوعبهم المشاعر مر أبدا، فيتعرض للأذى ويؤذي نفسه ويؤذي الناس. فلهذه الأمور وغيرها أرى أن الحج بدون تصريح محرم. إذا كنت صادقا أنك غير قادر على الاشتراك في الحملات فأنت معذور، والله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن الشروط الاستطاعة، فأنت غير مستطيع طالما أنك لم تحصل على تصريح ولم تتمكن من الاشتراك في الحملات. أرجو أن يبث هذا الكلام بين المسلمين في كل مكان.